تعال أقولك، الشخص الطيب مش بيتحول لشخص مؤذي، لكن لما بتضربه الحياة بصفعات ما بتنتهيش من الخذلان والخيبات بيتحول تدريجيا. فبعد ما كان أول من يغفر ويسامح بيبقى شخص ما بيقبلش الأعذار أو يدي فرص جديدة بسهولة. بعد ما كان أول من يضغط على نفسه في سبيل إرضاء اللي حواليه بتبقى أول أولوياته هو كسب راحته النفسية. بعد ما كان بيدافع باستماتة عن أحبابه بيصبح شخص متقبل للخذلان وللصدمات من أي شخص. بتتغير نظرته في البقاء الأبدي وبيصبح إيمانه بأن الناس فترات وبتنتهي مع الوقت. وبعد ما كان بيثق بالجميع بيبقى شخص بيجيد حفظ أسراره وتفاصيله لنفسه. ما بيعاتبش حد وما بيحطش أمل على حد وما بيستناش حد. بيتوقع السيء والأسوأ من الجميع. ما بيتحولش لشخص مؤذي، لكنه بيتجاهل ويمضي في صمت.